الصلاة تقيلة عليا أوي يا شيخ، هل ده غضب من ربنا؟ وبسبب إن الصلاة تقيلة عليا مش عارف أنتظم في الصلاة نهائيًا، أصلي وأقطع، أصلي وأقطع. سؤال جميل جدًا جدًا يا جماعة، ركز في الكلام اللي أنا هاقوله ده. أولًا الصلاة تقيلة عليك بسببين، السبب الأول ألا وهو ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يا جماعة بيجي بسبب كثرة الذنوب والمعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: العبد إذا فعل الذنب ينكت في قلبه نقطة سوداء، فكل نقطة سوداء بتتنقط في قلبك بسبب الذنب اللي انت بتعمله بتتقل عليك الطاعة وبتتعبك عشان تعمل الطاعة. يبقى الذنوب اللي انت بتعملها والمعاصي قلل منها، وكل ما تعمل ذنب استغفر الله عز وجل وتوب الى الله عز وجل، لان كثرة الذنوب والمعاصي بتخلي عندك الايمان ضعيف، فبتبقى عندك الإرادة في قلبك ضعيفة جدا، نفسك تقوم تصلي، نفسك تقوم تصلي قيام الليل، نفسك تعمل حاجة مش عارف تصلي. وطبعا يا جماعة الصلاة أصلا محتاجة مجاهدة، يعني انت عشان تصلي الامر مش سهل، الصلاه يا جماعه اجرها عالي جدا، فعشان تقوم تصلي فانت محتاج مجاهده لنفسك ومحتاج مجاهده لشيطانك. مره في مره هتلاقي الصلاه جميله جدا جدا عليك. كان احد الصحابه يقول: قاومت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 أخرى. تعب في الأول بس بعد كده استمتع بقيام الليل. الأمر الثاني اللي أنا بتكلم فيه اللي هو حب الصلاة. طب أحب الصلاة إزاي يا شيخ؟ لما تخشع في صلاتك هتحب صلاتك. تاني، لما تخشع في صلاتك يعني تصلي صلاة باطمئنان، صلاة بخشوع، مركز في الصلاة، هتبدأ تحس بطعم الصلاة، هتبدأ تستمتع بالصلاة. ولما تحب الصلاة وتستمتع بالصلاة عمرك ما هتسيب الصلاة أبدا، عمرك ما هتقطع في الصلاة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي ريحنا بإيه؟ ريحنا بالصلاة. فقلل ذنوبك هتلاقي إيمانك قوي جدا، وكتر طاعاتك، ابدأ اخشع في صلاتك هتحب صلاتك. وبفضل من الله عز وجل لو إيمانك قوي وبتصلي بخشوع عمرك ما هتسيب الصلاة أبدا. ولا ننسى في الأول وفي الآخر اللي انت تدعي ربنا ان يعينك اللي انت تحافظ على الصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها. شارك الفيديو لعل حد بيقطع في الصلاة أو تارك للصلاة يصلي بسببك يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله.